قلت له قلت احس انه بيجاي نافع بس صعب. ما تكا جنبي بيح وزني. ايوه عزيز، والله فارق من كم؟ يلا جاي. يمكن يا دكتور الباقي لا مخرج ما عبش معي صار. تعتقد يا فندم علي بعد ما أضحي بنفسي وأفرادي علشان نمسك ردمان وفي الأخير إيش؟ أقتله وهو بالسلام في إدارتي؟ أنا لو كنت اشتقت له يا فندم كنت بقتله في الاشتباكات. صدقني يا فندم هذه مكيدة محبوكة بأثر فيه. بمن تشك يا كمال؟ مش عارف، صعب جدا أنني أشك في أي واحد من حق الأفراد أو أي شخص أنني اشتغلت معه، وهذا هو اللي قاهرني. إن شاء الله يا فندم أنني بكشف من هو الخائن وما بخليه يستمر بفرحته. الشر مهما استتر ولبس قناع الطيبة أو اختفى بالظلام لابد ما يخرج وينكشف. وقتها بخليه يندم على اليوم الذي قرر يفعل عملته. ما سرقت. لا تسرق أكل جاي. ما لا تأخرت، ما سرقت ولا في خبر. سرقت. بس اجلس يا علاج. خير يرضيك العيشة هذه؟ يرضيك تجلس هكذا بدون مستقبل؟ المستقبل راح من زمان، احنا في الحاضر الآن. يا رجل لو معك فلوس بتلعب بالأزمنة مثل ما تشتي. الماضي بتجيبه مضارع والمضارع بتجيبه ماضي. والمستقبل عندنا. ما قصدكم؟ حربنا من هنا واستلم 2 مليون من هنا وافتح لك مشروع بالحلال بدل ما تجلس تكنس وترفع. بصراحة يا رجل حالك ما يصير لا عدو ولا صديق، وصدقني ما بش أفضل ولا أبرك من اللقمة الحلال، واسأل المجربين. ما لك تضحك. انتم اخر ناس تتكلموا عن الحلال والحرام، تحسبوني هبل؟ من قال؟ أنا انت قلت هبل؟ أنا ما قلت. وانا ما اتكلمش مع حد قال. وبعدين من فين بتجيبوا لي فلوس وانتم هنا محبوسين؟ لو ما نخرج لما تخرجوا بيكون عدمك الصف الكل. خاطركم. متأكد؟ للأسف الشديد أيوة يا فندم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مضطرين نحيل القضية للنيابة العامة باعتبارها قضية جنائية. طيب اسمع، لا تتخذ أي إجراء لما أبلغك، تمام؟ وهو كذلك. وصلوني بالنائب العام. اللي حصل للفندم كمال مش منطقي والكل عارف بهذا الشيء. ما بسمح لأي خاين أو عميل يتهنى في فعلته، ولازم نعرف الخاين بأسرع وقت. دمي بيفور يا جماعة. أنا أكثر منك، بس إيش نعمل؟ الفندم كمال لازم يخرج من السجن في أسرع وقت. تبدأوا تراقبوا كل الأفراد الموجودين
ولا تبينوا لهم ان انتم زعلانين على كمال. ليش يا فندم؟ علشان يطمنوا ونقدر نخرج اي معلومات تدلنا على الفاعل. صحيح. اي شخص يصدق ان الفندم كمال قتل ردمان ايدوه، علشان لو تدافعوا على كمال يمكن يكونوا حريصين. علم يا فندم. مقرات رجال الامن مش للنزهه، واللي يفكر يدنس شبر واحد بمسحه من الوجود. الله المستعان، ما فيش تعب ولا حاجة. أنت مثل أبونا وعزيز أخونا. الله يحفظكم وينعم بكم. أنتم كلكم نفس تخصص عزيز. ايوه. لا لا ايوه. لا ما ايوش. لا ما أيوش. اصلا لا. لا كل واحد مننا مع التخصص. إن شاء الله أزوركم بالشركة قريب علشان أشكر مدير الشركة بنفسي. ان شاء الله يا والد. وانا ارى انه ما بيش داعي تتعب نفسك، واحنا حنوصل سلامك. كلنا لا. كلنا بنشوف الحمد لله. ما بشي تعب، ما بشي تعب. أنا شي زور المدير علشان موضوع عزيز. خليه يجي زول بالعافيه. خلاص المدير قال تجي خلاص. لا خلاص ما تجيش. أنا يعني أشوف إنه إحنا نوصل الموضوع للمدير لأنك تعب ما يصلحش. إذا كانت زيارتي للشركة بتضايقكم ما فيش داعي لها. لا الله المستعان، فوق عيني وفوق راسي في أي وقت يعني. الله يسلمكم. أصلا أنا الشي عزيز يقدم استقالته ويرجع البيت علشان يتفرغ لمشاريع شركة أسعار. الله يحرق قلبهم مثل ما أحرقوا قلبي. آمين. لا تقلقش يابا، بنخرج كل ريال أخذوه منك إن شاء الله. وبعدين كبير محامي الشركة ومحامي شاطر، صح ولا لا؟ ايوه فاهم ذا الشريعه والهذا اي يخرج حقك على طول. ما كبير لا كبير. ما كبير إلا الله. أنت لا تقلقش، أنا إن شاء الله أشيل نسخة من الملف وأطلع عليه، وإن شاء الله أمورك طيبة. إن شاء الله. إن شاء الله. ندعي له إن شاء الله. قلنا الفاتحه وبس. بسم الله. طمني يا دكتور. للأسف أمك في ذمة الله. هذه ملابسات القضية يا قاضي، والضابط كمال من أفضل الضباط لدينا. المطلوب التحفظ عليه عندنا على ذمة النيابة، وتكليف عضو نيابة كفؤ ونزيه لمتابعة القضية حتى تثبت إدانته أو براءته. حفظكم الله يا قاضي. نعم القاضي نصار ممتاز. بارك الله فيكم. في أمان الله. فندم اذا احتجت شيء اللي انا موجود هنا. الخدمه معك شرف يا فندم. مني كمتهم، وخلي دائما ولائك لله واخلاصك في عملك، ولا تحسب حساب الناس مهما كانت مكانتهم. علم يا فندم. الله معك. ايش اسمك؟ اسم احمد يا فندم. سلم نفسك. نزل سلاحك. لا ما بنزل سلاحي. إذا بتنزل سلاحك بقتل أمك. ما بنزل. يعني ما بتحبش أمك؟ اللي أحبها بس هي واحدة، إذا تركتك أنت مجرم تقتل أمهات أطفال كثير. حبيبي حبيبي. اشربي يا حبيبي، وربنا بيفرج ضيقك وهمك. ليه ساكتة؟ تكلمي، فضفضي، أنا أمك بسمعك.